هذا أحد الإخوان يقول قبل 7 سنوات زوجتي جاها مرض في رجولها وصارت تعبانة، صارت حتى الرجل على الرجل ما تقدر تحطها، وأنا عندي أبناء منها وأحبها وأغليها. يقول وديناها المستشفيات، سووا لها فحوصات في كل مكان، قالوا ما عندك إلا المسكنات. الألم في الفخذ والرجل اليمين والظهر جزء منه. يقول والله حتى أنا في دوامي إذا اتصل علي واحد من العيال قال يا أبوي أمي تبكي من الألم. يقول والله ما عاد يصير لي يعني سبحان الله واهس للدوام، أطلع وجيها وأحاول أدهنها وأحاول أهدي من روعها. وإذا جاء في الليل حتى جزاها الله خير أقوم الصبح أروح أصلي الفجر تقول لي عساك نمت؟ قلت قلت أنت عساك نمتي؟ تقول لي نمت. قلت يا بنت الحلال شكلك ما نمتي؟ قالت والله يا فلان والله اني ما نمت ولا طب النوم عيني، ما غير آلام شديدة. يقول فأسقط في يدي 7 شهور والمرة قدامي والحمد لله أنا بخير بنعمة والمستشفيات ما لقوا لها حل. فقلت ربما أنها عين أو نفس أو سبب. فاتصلت بإمام جامع في البديع الله يغفر له ويرحمه وقلت له يا شيخ، قال نعم. وهذه فائدة الاستشارة، ضروري أن الإنسان سبحان الله يستشير. ترى كبار السن والناس اللي في المجالس هذيلا ترى عندهم خبرات ومر عليهم تجارب، استشر ما في مانع حتى لو انها زوجتك. فقلت انا عندي زوجتي هذا وضعها وهذا وضعها ولعلك تجي تنفث عليها وتقرا عليها وان شاء الله باذن الله تتحسن. قالوا ايش فيها يا ابو فلان؟ قلت والله رجلها وزادت الالام في رجولها وصارت حتى ما تقدر تحط رجل على رجل ولا تنام الليل وتاخذ مسكنات، وديناها المستشفيات ما لقينا علاج. قال ليش ما تكوي؟ يقول يوم قال ما تكوي ولا كأنه مولع اللمبة فيها. فعلا الكوي في حديث آخر العلاج الكي، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من ضمنها أوكية 3. اي نعم. فيقول قمت قلت خبر أحد؟ قال لي نعم أخبر واحد في المنطقة الفلانية تبعد عن الرياض 300 كيلو في المزارع، رجل فاضل وعنده ما شاء الله تبارك الله كل يمدح شغله. يقول أنا الحين كيف أعلمها أني بكويها؟ هي ما اداني شيء اسمه كوي. يقول وجيها قلت يا أم فلان؟ قال نعم. قلت ترى حجزت موعد في المنطقة هذه وبنروح نكوي. قالت لو ايش يجيني اصبر على الألم ولا اصبر على الكوي؟ قلت يا بنت الحلال هذا من الصبر على الابتلاء. يقول اذكرها بالاحاديث واذكرها بالعلوم السابقه واذكرها بناس طابوا من هالشيء، وانت الان عديه ألم عديه جرح عملية ابد. يقول اخذ واعطي. يقول غلطتي اني علمتها في البدايه ولكن اهتديت الى فكره، قلت شوفي احنا بنروح يعلمنا